السلام عليكم. جوارديولا يكشف سر غياب رياض محرز عن المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، ويفاجأ الشعب الجزائري ويعتذر له بهذا التصريح الناري. ولكن في البداية، لو أنت محب رياض محرز، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا وتغلبه على نادي إنتر ميلان بنتيجة 1-0، وغياب رياض محرز عن المشاركة في المباراة النهائية، وفاجأ جوارديولا بعد المباراة الجميع والجزائريين بهذا التصريح الناري. وصرح لصحيفة ماركا الإسبانية وقال: لا أحد يشك في قدرات النجم الجزائري رياض محرز، فهو لاعب كبير وله بصمة كبيرة في مانشستر سيتي وليستر سيتي، فهو أفضل جناح يمين في العالم. وكان عندي ضغوطات كبيرة من بعض الدول التي تعادي الجزائر، وهددوني وهددوا أسرتي إذا شارك رياض محرز في المباراة، فأنا لا أتردد في مشاركة رياض محرز ولا أخاف من أحد. لكن بعد خروج دي بروين أصبت بالهلع، فجهزت النجم الجزائري قد يخوض المباراة، ولكن تفاجأت بالفريق الطبي فأخبرني بإصابة النجم الجزائري رياض محرز بتمزق في الوتر الثامن تمنعه من المشاركة أمام الإنتر. فالكثير هاجموني واعتبروني أنني ظالم بالنسبة للنجم الجزائري. هذه كانت الحقيقة. وأكد جوارديولا أن رياض محرز باقي مع الفريق لموسمين قادمين، فالفريق يحتاج رياض محرز بعد إصابة دي بروين. وفي النهاية، لو أنت محب للنجم الجزائري رياض محرز، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد.